كيفك عفرائي، كلمات سمر الهنيدي، ألحان وائل الشرقاوي، توزيع حسام الصعبي. لأول مرة صوتين بيكملوا بعض، فضل شاكر ومحمد شاكر في دويتو كيفك عفرائي. صوت فيه خبرة القلب المجروح، وصوت فيه لهفة ابن لسه بيحاول يفهم الوجع. لما تسمعهم مع بعض بتحس ان الأغنية مش بس عن حب راح، دي عن رابط مش بيتفك بين حبيب وحبيبة، وبين أب وابنه. هل الأغنية دي مجرد وجع حب ولا فيها طبقات أعمق من كده؟ في الفيديو ده هنفكك الكلام ونشوف اللي ورا الكلام. وبالمناسبة دي أول حلقة في قناة اللي ورا الكلام، قناة جديدة بتحلل الأغاني من جوه مش من بره. لو حابين تشوفوا الأغاني بطريقة مختلفة ادعمونا بلايك واشتركوا في القناة، ويلا نبدأ. كذب وصدقته، كانت أكبر كذبي عشته، إني إنساك ومن وقته ما قدرت أنسيه. الافتتاح هنا مش بسيط، في اعتراف حاد وصريح انه حاول يكذب على نفسه ويقنعها ان النسيان ممكن، بس الحقيقة لا، النسيان طلع هو الكذبة. ويمكن مش بس نسيان الشخص، النسيان كفكرة او كمهرب. هنا الشاعر مش بيحكي بس عن حب قديم، هو بيحكي عن خيانة عملها لنفسه، انه صدق انه ممكن يتجاوز وهو مقدرش. عم عاند ماضي بضحك وبقول عادي عادي، والهيئة كله عالفاضي هلا توعي. حالة الكتير منا بعد الفراق، نقنع نفسنا إننا تمام، نضحك قدام الناس، نردد جملة عادي عادي، لكن جوه في عاصفة. هو فاق دلوقتي بس على إنه كان كل ده تمثيل، وإنه ما تجاوزش ولا حتى خطوة، كأن الشخص ده كان عايش في حالة إنكار. وده شيء بنمر بيه بعد أي وجع عاطفي. كيفك عفرائي إذا بعدك متلي بتشتاقي، خلينا بهالعمر الباقي مع بعض نكون. السؤال القاتل هنا، كيفك عفرائي، مش بيقولها بلوم ولا بزعل، بيقولها بأمل. لو لسه بتحسي زيي، لسه بتشتاقي، ليه ما نرجعش؟ ليه ما نكملش اللي فاضل سوا؟ وده أعمق من كلام حب، ده طلب حياة جديدة. بعدك على بالي، لو كنت بهاللحظة قبالي تتشوفي شو وضع الحالي، مشتاق بجنون. الوجع هنا مش بس اشتياق، ده اشتياق لدرجة انه لو شافها قدامه دلوقتي هيفهمها من نظرته بس. الحنين في صوته مش محتاج شرح. صدقي لو في رد الكان شوي شوي، مثل الأول ضمك لي صار لازم أقول هيدي الحقيقة، عم بشتاق لك كل دقيقة، معقولي في شي طريقة نرجع معقول. اللي بيحصل هنا أشبه بلحظة ضعف جميلة فيها تنازل عن الكبرياء. بيقول لها تصدقي لو كان بإيدي كنت رجعت خطوة خطوة، وما كنتش سبتك لحظة، فيها عرض صادق نرجع معقول. بس المرة دي مش فيها شرط ولا ضغط، فيها بس وجع صادق. اللي ورا الكلام هنا مش بس حنين، دي محاولة لإنقاذ قلب من التوهان. مشتاق بجنون. تكرار الكلمة هنا مش صدفة، هو مش بيغني، هو بينفجر. الجنون مش بس في الاشتياق، في تكرار الندم، الوحدة، والفرصة اللي كانت ممكنة. الأغنية دي مش بس عن حب راح، هي عن حالة نفسية كتير منا مر بيها. لما نحب حد ونسكت، نحاول ننسى ونفشل، ولما نوصل لنقطة نبقى مستعدين نرمي كل شيء علشان بس نرجع إحساس واحد حقيقي. في ناس شايفة الأغنية دي عن حبيب ما قدرش ينسى، بس في كمان ناس بتشوف إنها عن الإنسان اللي بيقاوم جواه مشاعره بس في الآخر بيتصالح معاها، أو عن معركة الصدق مع النفس. وانت شايف الأغنية دي ازاي؟ شاركنا في الكومنتات، ولو عجبتك الحلقات دي ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان نكمل سوا رحلة اللي ورا الكلام.